السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة والتي نبدأها بأهم العناوين. اكتمال الاستعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال 34 في إقليم الكاشبركة. سيمينار عن مضمون الاستقلال في بارونتو. إحياء اليوم العالمي للمتاحف. الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أعضاء الناتو سينفقون على نسبة انفاق دفاعي جديد خلال العقد القادم. بدأ اجتماع وزراء تجارة أوبك بين كوريا الجنوبية وأمريكا. استكملت وتيرة الاستعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال 34 الذي يحتفى به تحت شعار خطانا درعنا المنيع في إقليم الكاشبركة. وأشار رئيس لجنة الاحتفالات بالإقليم السيد إدريس صالح إلى تنظيم فعاليات تركز على الشباب في 16 مديرية و221 إدارة ضاحية، بالإضافة إلى الاحتفال الرسمي على مستوى الإقليم منذ منتصف شهر مارس، كما تجرى المسابقات الثقافية والرياضية التي تقام في جميع المديريات منذ الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري. وأضاف السيد إدريس صالح أن الاحتفال الرسمي سيتضمن أغاني جديدة وقصائد ورقصات أطفال واستعراضا عسكريا بمشاركة أكثر من 300 من قوات الدفاع وعرضا موسيقيا للطلاب. وقال السيد إدريس صالح أن 13 مجموعة ثقافية من مركز تدريب قوات الدفاع ومراقبة الحدود الشمالية الغربية والإدارة الإقليم بدأت في تقديم عروض ثقافية في 16 إدارة مديرية حتى يوم 24 من مايو. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم الكاشبركة سيمينارا يوم 15 من مايو في مدينة بارونتو لعمال الخدمة المدنية بمناسبة الذكرى 34 للاستقلال حول مضمون الاستقلال والدفاع عن السيادة. وأوضح قائد القيادة الغربية العميد يوب في الساهية حليباي في التوضيح الذي قدمه أن مضمون الاستقلال كبير لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، وثمنه باهظ لا يقدر بالمال. وقال أن شعب حكومة إريتريا وبفضل تمسكهم بقيم النضال وتقوية التصدي لتحقيق كامل جوانب الحرية منذ قضاء الاستقلال يقومون بالسير قدما على أراضي متينة لسد المتطلبات الأساسية. وذكر بأن شعار هذه السنة يعكس المبادئ الحقيقية والأساس القوي لشعب وحكومة إريتريا، وعلينا خلال إحياء يوم الاستقلال تذكير التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الإريتري من أجل استقلاله وعلى الأجيال إدراك أن التصدي وإريتريا مرتبطان، والقيام بدور رائد للحفاظ على قيم الأولين وضمان السيادة. وقال أنه على الرغم من تنفيذ برامج التنمية في السنوات الماضية لتحسين نوعية ومستوى المعيشة للمواطنين رغم كل المعوقات، فإن هنالك مطالب وقضايا يتم الاستجابة لها مرحليا. واقترح المشاركون الدفع بمثل هذه السيمينارات على نطاق أوسع واتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الظواهر التي تشوه قيم المجتمع. تم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف المتحف الوطني اليوم 16 من مايو تحت شعار المتاحف مع التغيير السريع للمجتمع. وافتتح مفوض الثقافة والرياضة السفير زميل التخلي بحضور الوزراء وكبار المسؤولين معرضا عن تراث إريتريا وتاريخها وثقافتها ونضالها الثوري. يتضمن المعرض عددا من اللوحات التي أنتجها فنانون أحياء وآخرون شهداء خلال مسيرة النضال التحرري منذ العام 1976 وحتى الاستقلال، والتي تعكس الوضع العام للمسار النضال التحرري، بالإضافة إلى بعض القطع الأثرية العتيقة وآثار الحياة. وذكر مدير المتحف الوطني الدكتور يوسف لبسة قال أن يوم المتحف العالمي يحتفى به في 18 من مايو من كل عام للمرة 48 عالميا والمرة 31 على المستوى الوطني. يتم بناء سد في منطقة حديدة سجنيتي لتوفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية وكذلك التنمية الزراعية.
وافاد المشرف على المشروع المهندس قبرز جابير كفلاين ارتفاع السد الذي يجرى بناؤه بالتنسيق بين إدارة الإقليم الجنوبي وقوات الدفاع يبلغ طوله أكثر من 12 مترا وعرضه 74 مترا. وقال أن 85% من أعماله تم إنجازها حتى الآن، وهنالك خطط لمعالجة آبارها بالتزامن مع عملية البناء. وقال مدير مديرية السجنيتي السيد عبد القادر حج علي أن السد سيثري إمدادات المياه الجوفية ويوسع التنمية الزراعية. وأعرب أعضاء قوات الدفاع عن استعدادهم لتلبية كافة المتطلبات لتسريع وتيرة العمل التنموي. تقع حديدة على بعد حوالي 34 كيلومتر جنوب غرب مدينة سجنيتي. خرجت إدارة الإقليم الأوسط في 16 من مايو 460 عضوا، من بينهم 139 من الإناث من تم تدريبهم في 5 مجالات مهنية من سبتمبر من العام 2024 حتى أبريل 2025. وشمل التدريب إطفاء الحرائق وإعداد وأوراق البحث وإدارة الأموال والوثائق المالية والإدارة والقيادة وأخلاقيات القيادة. وذكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قالت أن التدريب سيساهم في الجهود الرامية لتعزيز قدرات الأعضاء على ضمان جودة الخدمات وكفاءتها. وأوصى مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية السيد بركة تادسي الخريجين على تطوير معرفتهم من خلال القراءة والعمل العملي. وحث حاكم الإقليم الأوسط السيد فساية هايلي المتدربين على فهم أهداف التدريب وعكسها في عملهم اليومي عبر تقديم خدمات تليق بالواجبات الإدارية والأخلاقية. تم تنظيم دورة تدريبية في ساو حول مكافحة الجراد الصحراوي والشجري والاستخدام الآمن للمبيدات. هدفت التدريبات العملية والنظرية التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 14 من مايو إلى زيادة المعرفة بخصائص ومراحل نمو الجراد وحملات المكافحة الناجحة والفاعلة، والقضاء على أثار المبيدات على الإنسان والحيوان والمحاصيل والمياه والبيئة. وقال الخبراء أن استخدام المبيدات هو الملاذ الأخير، وحث الشخص المكلف برش المبيدات على ارتداء ملابس ومعدات وقائية كاملة وتسليم الحاويات إلى مكتب وزارة الزراعة المحلي للتخلص منها بشكل سليم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الاستراتيجية والعمل على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا خلال استقباله في قطر في قصر الوطن في أبو ظبي دونالد ترامب الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. واستعرض محمد بن زايد وترامب آفاق التعاون وفرص توسيع مجالات خاصة الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للجميع. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتهم لتطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالحهم المشتركة. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو أن جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي سيتفقون على اعتماد هدف جديد للإنفاق الدفاعي يقضي برفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن حلف الناتو أمام فرصة تاريخية ليعزز وحدته وقوته، كما أعرب عن أمله في أن تستغل الحكومة السورية المرحلة الحالية لإعادة بناء البلاد والانخراط في مسار سياسي شامل. بدأت اجتماعات وزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أوبك بين وزير التجارة الكوري الجنوبي أن رونغ جوانغ والممثل التجاري الأمريكي جيمسون جيرير.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان في الاجتماعات التي تستمر يومين تدابير متابعة المشورات رفيعة المستوى التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. واتفق الجانبان في المحادثات التجارية التي بدأت إبريل الماضي على سياق صفقة حزمة شاملة بشأن الرسوم الأمريكية الجديدة وقضايا التعاون الاقتصادي بحلول يوليو، عندما تنتهي فترة إيقاف تنفيذ الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يوما للسماح بالمفاوضات. ويتطلع المراقبون إلى إمكانية عقد اجتماع بين الممثل التجاري الأمريكي والممثل التجاري الجديد للصين على هامش الاجتماع في جورجي. ويحضر الاجتماع وزراء التجارة من 21 اقتصادا عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي للدول آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وكبار المسؤولين في منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أعلنت الشرطة الكندية أن شخصين لقيا مصرعهما في حريق غابات كبير في وسط البلاد، حيث أجج الجفاف بداية موسم الحرائق. وقالت متحدثة باسم الشرطة أن امرأة ورجلا حاصرهما الحريق أثناء وجودهم في منزلهم. وشهدت كندا في السنوات الأخيرة حرائق ضخمة، لكن غالبا ما تكون هذه الحرائق بمناطق نائية ونادرا ما تسبب بسقوط ضحايا. تذكير بأهم العناوين: اكتمال التجهيزات للاحتفال بعيد الاستقلال 34 في إقليم الغاشبركا. سيمينار عن مضمون الاستقلال في بارنتو. إحياء اليوم العالمي للمتاحف. الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. أعضاء الناتو سيتفقون على نسبة إنفاق دفاعي جديد خلال العقد القادم. بدأ اجتماعات وزراء تجارة أوبك بين كوريا الجنوبية وأمريكا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.